بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من مشاغبات نلتقي دائما لنناقش اغلب القضايا الرياضيه المصريه. اهلا بكم في مشاغبات طارق رمضان. الحقيقه يعني انت عارف العناوين ممكن تبقى كتير 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 كتير، لكن بنحط لكم العناوين اللي هي الاقرب يعني. طبعا انتخابات نادي الجزيره كانت امبارح، سيبك من قصه انتخابات الكترونيه وحاجه عظيمه جدا والكلام ده كله. يعني يا ابني اي حاجه عندنا بتبقى عظيمه جدا. يعني انتخابات الكترونيه وما تفادوا الملاحظه اللي احنا قلناه وخلوا المديريه تختم الورق اللي بيطلع ويقول لك هتعمل ايه؟ ما تتكلمش، احنا مالناش دعوه، وزاره التخطيط هي اللي مسؤوله. المهم يعني نتج عنها نجاح كابتن او المهندس ابراهيم زاهر. انا ما اعرفش الحقيقه هل هو ليه علاقه بكابتن سيف زاهر ولا من العيله، يعني من العيله ولا قريبه يعني. المهم يعني انا اول مره اسمع عن المهندس ابراهيم زاهر في قصه شركات المهندس ياسر ادريس. يعني المهندس ابراهيم زاهر ده هتلاقيه في كل حته، يعني في كل شركه. واحنا اتكلمنا ساعه ما قلنا الاستاذه لميس سالته وهو حور القانون. يعني قانون بيقول لك ايه؟ يجوز لعضو مجلس اداره النادي يبقى عضو مجلس اداره الشركه. يعني نادي الجزيره النهارده لو عايز يعمل شركه كوره يجوز، لكن مش اطلاق العام. يعني تبقى انت في نادي الاهلي وتيجي تقول لي اصل يجوز ان انا ابقى في نادي الجزيره. هو استخدم كده مع الاستاذه لميس يعني. وبعدين واضح ان يعني انا ما اعرفش جمعيه العموميه لنادي الجزيره دي حريتها واختياراتها، ده نادي الكبار يعني، نادي كده تقيل يعني. فان هو يجيب المهندس ابراهيم زاهر رئيس مجلس اداره دي حريته. فلوس يا ابني، هنشوف. نادي الجزيره كان فيه مشاكل كتير، فهنشوف بقى. يعني هو قال لك ايه؟ عمل فيديو ولا انزل شارك هنطور. يا جماعه من الاخر كده الانتخابات كلها وعود، هنعمل وفي الاخر ما بتلاقيش حاجه، وانت كعضو جمعيه عموميه بقى وريني. فاحنا في المهم يعني استاذ ابراهيم زاهر بقى رئيس مجلس اداره نادي الجزيره العريق، وهنشوف بقى هيعمل ايه هو والمجلس الموقر. هنشوف بقى هيعمل ايه هو والمجلس الموقر. لكن انا ما اعرفش الحقيقه هل هو ليه صله قرابه بالاستاذ سيف زاهر ولا لا، لكن من شكل المجلس كده بيقول ان هو مطلوب للمرحله القادمه. مطلوب ليه بقى؟ الله اعلم. علاقته بالمهندس ياسر ادريس وشركاته معاه لا تاثير، الله اعلم. الوزاره بتدعي، الله اعلم. حد الله اعلم. يعني ايه؟ ملناش دعوه. في الاخر هو رئيس مجلس اداره نادي الجزيره العريق. تمام؟ وارجو ان اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الجزيره ما يشتكوش. خلاص معاكم مجلس اهوت زي الفل. انا ما اعرفش لسه الطيران كان في ناقص له 220 صوت على اكتمال الجمعيه العموميه. هل الجمعيه العموميه اكتملت ولا لا؟ انتخابات اتعملت ولا لا؟ لسه القصه بتاعت الطيران ديت هبقى اعرفها واقولها لحضراتكم، لانها كانت امبارح، لانها كانت برضو الجمعه امبارح. طيب، مستر اوسكار رويز عمل اكبر حركه ممكن تتخيلها في تاريخ القائمه الدوليه. عمل ايه؟ لا زود نفر ولا نقص نفر. يعني هتلاحظ كده في السبعه الرجاله موجودين زي ما هو، ما فيهاش. هو طلع محمود البنا ودخل محمد الغازي ودخل حد تاني، يعني دخل محمد الغازي ودخل محمود وافق. السبعه هم. وجه في النسائيه قام مزود حكمه من كفر الشيخ. طب زودها منين؟ ما هو نقص يا ابني. هو عمل حركه كده، حركه صايعه يعني، حركه واد ابن حنت من اللي هو من
انا بضحك عليكم، بلفها لكم وبقول لكم ايه، انا زودت لكم عدد المحكمين. زودتوا منين؟ شال عندنا بنتين حكمتين كانوا صالات وشاطئيه، شالهم. ما بقاش عندنا في الصالات ولا الشاطئيه حكمه بنات، وحط مكانهم في المساعدات وفي الايه وفي الساحه. يعني احنا كان عندنا طبعا شاهين هانم المغربي ما حدش بيجي جنبها، ونورة سمير تمام، قام مزود رحمه يوسف. طيب كابتن رحمه يوسف، انا عايز اقول لك كابتن رحمه يوسف دي يعني اللجنه كلها، لانها من كفر الشيخ، اللجنه كلها لانها طبعا تبع منطقه كفر الشيخ، اللجنه كلها تحت الامر. يعني خدت فار على زميلاتها وخدت دولي على زميلاتها. ليه يا ابني مسنوده؟ يعني ما دام انت مسنود في التحكيم، شاهندة مسنوده، ونوره معتمده على شاهندة، ورحمه هتخش طبعا مع نور. يعني ايه؟ طالما شاهندة راضيه عنهم واسكندريه راضيه عنهم، يبقى ايه؟ فما بالك بقى اذا كانت اسكندريه وكفر الشيخ. فاداها الفار واداها الدولي، وقال لك اهو زودت لكم اهو. يعني انت زودت من فوق ورقصت من تحت على رأي سمير غانم، عدلت البنطلون، الجاكيته ضربت، عدلت الجاكيت، يعني حرمت حكمتين من ان هم يبقوا دوليين في الصالات والشاطئيه عشان خاطر تدي كابتن رحمه، عشان خاطر تراضي كفر الشيخ. طيب وفي المساعدات كابتن امال حسن زودها، ما هي واحده ساحه مكان الصالات وواحده مساعده مكان الايه؟ مكان الشاطئيه. رتبها. كابتن امال بقى يقول لك كفاءه، انا ماليش دعوه، واسطه انا ماليش دعوه، المهم ان هو ايه؟ ستفها ابن رويس وقال لك انا جامد اهوت والدنيا ماشيه واهو زي الفل. طيب وفي الرجاله اتنين يا ابني. انا مش عايز اسيبك من محمود وفا وسيبك من محمد الغازي اللي دخلوا وساب الاثنين التانيين ومشى اللي هو عايزه وحط اللي هو عايزه، وهتلاقي كله فارق بين ده وبين ده سنه. لكن ركز بقى على المساعدين. كابتن محمد مجدي سليمان مع كل الاحترام والتقدير من سينا، اسماعيليه، يعني اسماعيليه وسينا، اسماعيليه وايه؟ وسينا، اسماعيليه وايه؟ وسينا. سامع؟ انا مش عايز افسر يعني. طيب وكابتن اسلام عطا، مش عارف كفر الشيخ ولا دهليه ولا، بس مطلوب بورسعيد. كابتن اسلام عطا بورسعيد، يعني كابتن سيد مراد وكابتن انا بريده. رئيس الاتحاد واللي مسؤول عن الفار اللي هو الدراع الشمال لأوسكار كابتن اسلام ابو العطب. مع كله برضو انا ما بتكلمش على الحكمات ولا الحكام، جاي لك اشاره دوليه حلوه قوي، لكن انا بتكلم على اسلوب الترقيه، اسلوب الاختيار. محمد مجدي سليمان، اسلام ابو العطب، بدل سامي هلال وحد تاني. سامي هلال وفي مساعد طلع برضه، مساعد تاني طلع. وفي الفار بقى عد، يعني نزل احمد الغندور من فوق عشان يفضي لمحمد الغازي اعتقد، وينزل حد تاني من المساعدين عشان يفضي لمحمد مجدي سليمان واسلام ابو العطا، وعمل توليفه كده وقال لك القايمه الدوليه. بس النجاح بقى اللي احنا نجحناه، انا بشكره يعني الحقيقه، انه فشل ان يضع احد مدلكيه في القائمه الدوليه. مش مهم بالنسبه لي تجيب محمد مجدي سليمان، تجيب اسلام ابو العطا، تحط رحمه يوسف، المهم انك ما قدرتش تخرج حد من اللي احنا قلنا ان انت هتخرجه واشتغلنا عليه، وما قدرتش تحط المدلك بتاعك في القائمه الدوليه، مع انك كنت ايه؟ عمال تجهز وتوعد وكلفت البلد دي فلوس عشان الرخص، عشان ياخد رخص.
بس برضه ايه متنغنغين فلوس الحقيقه يعني، طالعين فلوس نازلين فلوس طالعين فلوس 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 من صوت الراجل اللي كان بيدعي فلوس. لكن قائمه دوليه اجلها لك، واللي انت اديتهم القائمه الدوليه يا جماعه هي الفرق في ايه؟ بقى دولي يا باشا، الدولي راح الدولي جه. لكن الترتيبه الجايه بقى اللي انا هقول لك عليها ان بيترتب لهم سفريات في افريقيا. ما هو طول ما هو دولي وقاعد هنا يبقى انا عملت ايه؟ لكن مثلا امين عمر بيسافر افريقيا، محمود ابو الرجال بيسافر افريقيا، احمد حسام طه بيسافر افريقيا، سمير جمال بيسافر افريقيا. لما بيجوا افريقيا هنا بيطلبوا الحكام دول. طب دول بقى يعني الاثنين في المساعدين بيترتب لهم ان هم يسافروا في افريقيا. يعني اما كاف يطلب يقولوا له خد فلان وفلان. اوعى تصدق ان كاف ولا فيفا بيطلب بالاسماء، هو بيطلب منك ترشح بيترشح. فدول داخلين الغازي بقى هنوفق لك محمود وفا هنوفق لك، محمد مجدي سليمان هنوفق لك، اسلام ابو العطا ما تقلقش، امال حسن ما تقلقيش، رحمه ما تقلقيش، هتسافروا بس بشرط. يعني رحمه اوعي تفكري ان انت تسافري الا لما شاهنده تقول لك هتسافري او شاهنده ما تسافرش. هي رحله واحده بتاعت تونس فانت هتسافري، لكن ما تطمعيش اكتر من كده. محمد مجدي سليمان نفس القصه، يا اسلام ابو العطا نفس القصه. احنا هنوزعها هتبقوا مع ايه؟ لا محمد معروف لا امين عمر. طب مين اللي مسافر